السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف الأول الثانوي أولى بكالوريا في كل مكان، برحب بيكم في قناتنا. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحضارة والتاريخ وعرفنا يعني إيه حضارة وعرفنا يعني إيه تاريخ. إن شاء الله النهاردة بنكمل منهجنا وبنكمل الدرس الثاني وهو بعنوان دراسة مصادر الحضارات أو مصادر دراسة الحضارات. طيب، قبل ما نخش في الدرس دايما وانت في اعدادي كنت بتسأل نفسك وانت بتدرس تاريخ، هو مين يا مستر اللي بيكتب الأحداث التاريخية دي؟ وازاي اصدقه؟ ايه اللي يخليني اصدقه؟ النهارده في درس النهارده هنعرف مين او ايه المصادر اللي بنعتمد عليها في دراسة الحضارات وعلى اساسها بندرس تاريخنا او اي حضارة اخرى، وازاي وليه نصدق. طيب، احنا عندنا في مصادر دراسة الحضارات مصدرين. مصدر اسمه مصدر أولي ومصدر اسمه مصدر ثانوي. طيب، أول حاجة هنتكلم عليها هي المصادر الأولية. طيب، يعني إيه يا مستر مصادر أولية؟ هي أي كتابات، خلاص، أو أي نقوش اتكتبت وبتنتمي لزمن وقوع الحدث. طيب، يعني إيه الكلام ده تاني؟ يعني كتابات اتدونت وقت ما وقوع الأحداث، حدث حصل منذ آلاف السنين، واللي كتب الحدث ده كان عايش وقتها أو كان معاصر للأحداث دي وبالتالي كتب. طب يعني إيه نقوش؟ زي الكتابات بالظبط، ولكن بتختلف في طريقة كتابتها. النقوش بتتكتب عادة على مواد صلبة، ممكن تكون مواد صخرية. خلاص، يعني امسك قلم كده أو أي حاجة صلبة واكتب على الحيطان، تمام؟ ده بيعد من النقوش. ممكن برضو تكون نقوش من نوع تاني، وهندرس النقوش عامة دلوقتي بالتفصيل، بس خليك عارف ان النقوش دي نوع من انواع الكتاب. طيب، يبقى تاني، اول مصدر بنعتمد عليه في دراسة التاريخ هو المصادر الاولية. وعرفنا يعني ايه المصادر الاولية؟ هي كل الكتابات او النقوش اللي اتكتبت وبتنتمي لزمن وقوع الحدث. طب المصدر الثاني ايه يا مصدر؟ المصدر الثاني هي المصادر الثانويه، تمام، او المراجع، ودي المؤلفات او الكتب اللي اتكتبت بعد مرور سنوات عديده من زمن وقوع الحدث، وبتعتمد في دراستها على المصادر او في كتابتها على المصادر الاوليه. اذا اللي كتبها ما كانش عايش في وقت الحدث، هو سمع، هو شاف من مصدر اولي وبالتالي دون الحدث ده، وعادة ده بيكون مصدر أقل دقة وهنتكلم دلوقتي عنه بالتفصيل. طيب، خلينا نتكلم عن المصادر الأولانية زي إيه؟ أمثلة: آثار، نقوش، برديات، أرسطراقة، نقود ومسكوكات، كتابات مؤرخين قدماء. عندنا المصادر الثانوية زي كتابات الفلاسفة، الأساطير، كتابات الشعراء. طيب، هو يا مستر إيه فايدتهم؟ إيه فايدة المصادر ديت؟ اول حاجه الاتنين نتيجه لتفاعل الانسان مع البيئه، جزء من الحضاره. لو تفتكر الانسان لما بيتفاعل مع البيئه. طيب، الاتنين مصادر لتوثيق. الاتنين من غيرهم ما اقدرش اعرف الاحداث التاريخيه، يبقى فيه غموض، انا مش عارف ده ايه وده ايه. تمام؟ يعني انا لو مش عندي المصادر الاولانيه ديت او الكتابات الاوليه ديت او الثانويه، ما اقدرش اعرف الاحداث اللي بتحصل او قبل كده او اللي حصلت قبل كده. خلاص؟ طيب، يبقى بدونهما يصعب التوصل الى الحقائق التاريخيه ودراستها. طيب، يبقى ده وجه الشبه ما بين الاثنين من انتاج الانسان. الاثنين بدونهم يصعب التوصل الى الحقائق التاريخيه. الاثنين مصادر توثيق. طيب، ايه المختلف بقى ما بينهم؟ نرجع تاني لما بينهم. قلنا المصادر الاوليه ديت تنتمي لزمن وقوع الحدث. خلاص، دي لا تنتمي كتاباتها، يعني لا تنتمي لزمن وقوع الحدث. خلاص. طيب، هل لما اجي ادرس التاريخ
او اجي ادرس حضارات الامم السابقه، هعتمد على ايه اكتر؟ الناس اللي كتبت وقت وقوع الحدث ولا الناس اللي كتبت بعدها بالاف السنين او مئات السنين؟ بالطبع هعتمد على المصادر الاوليه. ليه؟ لانها اتكتبت زمن وقت وقوع الحدث، وبالتالي فهي اكثر دقه واكثر موضوعيه. خلاص. ولكن هنا هتكون اقل دقه لانها بعدها بالاف السنين. ده لو حصل حاجه من 10 ايام وبتسال حد عليها هتلاقيه بيقول لك ده قال وده قال لده وده قال لده، فتلاقي الحدث اللي نفسه اصلا حصل اتغير في كلامه كتير، ما بيتنقلكش الحدث زي ما هو بالظبط. فتخيل بقى من الاف السنين. علشان كده بنقول انه ده اكثر مبالغه بتفتقد للموضوعيه. خلاص يا شباب. طيب، وكتاباتها طبعا بتكون اكثر خيالا يعني. طيب، ده بالنسبه للمصادر الاوليه والمصادر الاوليه، الفرق ما بينهم ووجه التشابه. تعال نتكلم بقى عن المصادر الاوليه كده بشكل من التفصيل. قلنا خلاص ان هي كل ما كتب، وعرفنا يعني ايه نقوش، وهنتكلم عنها برضو بالتفصيل، وبتنتمي لزمن وقوع الحدث. طيب، مميزاتها بقى ايه؟ اكثر دقه من المصادر الثانويه، كما انها معاصره للاحداث وقت وقوعها. طيب، من انواعها ايه؟ اول حاجه واهم حاجه هي الاثار. زي ايه يا شباب؟ جميع البقايا الاثريه القائمه زي الاهرامات والمعابد. يبقى الاهرامات والمعابد دي من المصادر الاوليه اللي بنعتمد في دراستها على الحضاره او التاريخ. طيب، عندنا ايه تاني؟ الاثار. عندنا الاثار التي يتم العثور عليها اثناء الحفر زي التماثيل والمومياوات والتمائم. خلي بالك بقى، الحاجات ديت ممكن نلاقي منها تاني، يعني ما انتهتش. ممكن اثناء ما الدوله المصريه بتنقب عن الاثار وارد تلاقي تمثال، وارد تلاقي مومياوات، وارد تلاقي تمائم. خلاص. فتبدا بقى تظهر لنا بعض الاحداث التاريخيه خلاص المفقوده، حاجات ما كناش عارفينها، فنبدا بقى نعرفها. ليه؟ علشان اكتشفنا حاجات جديده، عثرنا على تماثيل او مومياوات او تمائم تخلينا نعرف احداث ما كناش عارفينها قبل كده. طيب، نرجع تاني للمصادر او الاثار. طيب، نرجع تاني للاثار. وليه انا قلت هو المصدر الاساسي لدراسه الحضارات يا شباب؟ لانه الاثار من زمان، من قبل معرفه الانسان للكتابه. هل الاثار ديت بتقتصر فقط على لما الانسان عرف الكتابه؟ لا، موجوده من قبل كده. خلاص، موجوده من قبل معرفه الانسان للكتاب. علشان كده بنقول ان هي المصدر الاساسي لدراسه الحضارات. خلاص، عشان هي عصرت كل الاحداث والتجارب. طيب، بنكمل. تاني حاجه عندنا يا شباب وهي النقوش. طيب، ايه النقوش ديت؟ رسومات او كتابات مدونه على مواد صلبه. نطلع بس شويه عشان نشوف. الرسوم والكتابات المدونه على مواد صلبه، خلاص، كالحجر او الرخام او الخشب او الصلصال والمعادن، خصوصا البرونز. اذا النقوش اول حاجه بتتميز بالتنوع. ليه يا مستر بتتميز بالتنوع؟ ما هو النقوش ديت على حاجه صلبه شامله الحجر والرخام والخشب. ممكن يكتب او ينقش على حجر، او ننقش على حجر او رخام او خشب او صلصال او معادن. طيب، عندنا مثالين للنقوش. نقوش غائره، او نوعين من النقوش مش مثالين. نقوش غائره ونقوش بارزه. ومدينا بقى ليها مثالين. هو يعني ايه اصلا نقوش غائره ويعني ايه نقوش بارزه؟
باختصار مثال واحد، الجنيه الفضه بتاعنا الكتابه بتاعته دي طالعه لبره، اذا ان هي بارزه، طالعه لي لبره كده تبقى بارزه. طيب امتى اقول ان هي نقوش غائره؟ لما تكون لي جوه. هات قلم واحفر على صخر، او اكتب على الحيطه، او اكتب على طوبه، او اكتب على حاجه صلبه، يبقى ده على طول نقش غائر. تمام؟ انا عايز اوصل لك ايه الفرق ما بينهم. خلاص؟ ايه الفرق ما بينهم في دماغك؟ طيب بعد كده بنتكلم عن النقوش الغائره، ومديني مثال. المثال اللي مديهولي هو حجر باليرمو، وهي عباره عن لوحه كبيره من حجر الديورايت الاسود، طولها حوالي مترين. انتوا متخيلين؟ طويله قوي. طيب عثر عليها في مدينه منف عاصمه مصر قديما. تمام؟ طيب بتحتوي بقى على ايه؟ وده المهم. حجر باليرمو ده مكتوب عليه ايه؟ اول حاجه اسماء جميع من حكموا مصر منذ عصر ما قبل الأطرات وحتى ثالث ملوك الأسرة الخامسة. يعني ايه الكلام ده؟ لما حصل الوحدة الثانية يا شباب، المؤرخين تحديدا مؤرخ مانيتون قسم التاريخ المصري ل 30 أسرة، كل أسرة حاكمة بتحكم لمدة من الزمن. تمام؟ وكل أسرة كمان ليها كذا ملك بيحكم مصر بالترتيب. طيب فأنا من خلال حجر باليرمو ده هقدر أحصل على جميع من حكموا مصر، يبقى أسماء جميع من حكموا مصر منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى ثالث ملوك الأسرة الخامسة. يبقى احنا خلاص عرفنا أسماء ما قبل الأسرات، أسماء اللي حكموا مصر في عصور ما قبل الأسرات. وصلنا خلاص لأن مصر اتقسمت لأسرات. خلاص، أسرة أولى، أسرة تانية، أسرة تالتة، أسرة رابعة، أسرة خامسة. حلو. أنا بقى عرفت الأسماء الملوك جميع من حكموا مصر من إمتى لإمتى؟ من عصور ما قبل الأسرات، من عصور ما قبل الأسرات لغاية ثالث ملوك الأسرة الخامسة، ثالث ملك. طب بعد كده رابع ملك، خامس ملك، طب أسرة ستة، أسرة سبعة، كل ده بقى مش معانا. خلاص؟ يبقى أنا عندي أسرة أولى، تانية، تالتة، ثالث ملوك الأسرة الخامسة. خلاص؟ ومعاهم الملوك اللي كانوا في عصور ما قبل الأسرات، كل دول مكتوبين على حجر باليرمو. طيب في ايه برضو الكتابات اللي موجودة فيها؟ موجود فيها أهم الأحداث التاريخية زي الحروب، زي إقامة المعابد، إقامة التماثيل الكبيرة ذات الأهمية الخاصة. خلاص؟ إذا إن هي بتحتوي على إنجازات حضارية وأحداث سياسية. كل ده يا شباب يتكتب، كل اللي أنا بكتبه ده حاولوا تكتبوه ورايا. طيب بالنسبة بقى للنقوش البارزة، جايب لي مثال. دي مين؟ لصلاية الملك نعرمر. مين؟ طيب عبارة عن ايه بقى الصلاية ديت؟ لوحة من حجر الشيست الأخضر، خلي بالك حجر الديورايت الأسود والشيست الأخضر الاتنين من أنواع الحجارة شديدة الصلابة. خلاص؟ وعلى فكرة ده وجه التشابه، أول وجه تشابه ممكن نلاقيه ما بين الاتنين أحجار. خلاص؟ أو الاتنين من أحجار، أو النقوش ديت على أحجار شديدة الصلابة، والاتنين نقوش. يبقى ده أول وجه تشابه ممكن يقابلنا. الاتنين نقوش، الاتنين مكتوبين على حجر صلب. في تشابهات هتقابلنا، في تشابهات هتقابلنا، فعشان كده ركز معايا وامسك قلمك. طيب واكتب ورايا. طيب صلاية الملك نعرمر هي عبارة عن لوحة من حجر الشيست الأخضر، وترجع للأسرة الأولى عام 3200 قبل الميلاد، تحديدا لما توحدت لمصر الوحدة الثانية. طب لو عايز أعرف الوحدة الأولى اللي هي كانت 4242 هعرفها من هنا؟ هعرفها من هنا؟ لا، مش هعرفها من هنا. خلاص، هي بتبتدي اهو، بترجع للأسرة الأولى ل 3200. أي حاجة قبلها ما كانش فيه. طب أعرفها منين؟ من هنا. هو موضح لك هنا إنه فيها كتابات أو أسماء الملوك من عصور ما قبل الأسرات. يبقى الوحدة الأولى أقدر أعرفها من هنا. الوحدة الأولى اللي هي كانت 4242 من حجر باليرمو. يبقى الوحدة الأولى أعرفها من حجر باليرمو، الوحدة الثانية أعرفها من صلاية الملك نعرمر. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب في إيه بقى صلاية الملك نعرمر؟
اول حاجه رسومات بارزه من الامام والخلف، يبقى فيها رسومات من قدام ومن ورا، بتحتوي على صوره للملك نعرمر وهو يضرب الاعداء. خلاص، حتى هتلاقي الصوره اهي، الملك نعرمر وهو بيضرب الاعداء. اذا ان الصوره ديت ممكن نستنتج منها حاجات كتير. طيب نستنتج منها ايه؟ ممكن نوع السلاح اللي بيضرب بيه الاعداء، ممكن نستنتج منها الوحده السياسيه اللي حصلت. خلاص، اهو هنا بيقول لك مناظر للجنود، اشكال زخرفيه ورمزيه. خلاص، وده معناه تطور الفن. تطور الفن مش فيها رسومات، يبقى على طول تطور فن. يبقى الكلام ده من خلال ايه يا شباب؟ من خلال صلاية الملك نعرمر. طيب ايه تاني اللي ممكن الاقيه متشابه ما بين الاتنين دول يا شباب؟ الحجر باليرمو وصلاية الملك نعرمر، الاتنين نقوش والاتنين فيهم معلومات عن الوحدة السياسية الثانية. خلاص، يبقى الاتنين نقوش، الاتنين منقوشين على حجر شديد الصلابة، الاتنين بتحتوي على كتابات على الوحدة السياسية الثانية. خلاص، الوحدة السياسية الثانية هنا المقصود بها الملك نعرمر وهو بيوحد البلاد، وهنا كذلك. حلو حلو، دي حاجة صعبة؟ الدنيا سهلة اهي. طيب بعد كده يا شباب، بعد كده البرديات. يبقى احنا قلنا الآثار، النقوش، البرديات. أنا كل ده فين؟ كل ده فين يا شباب؟ كل ده في المصادر الأولية. مالها البرديات دي يا مستر؟ دي برضه مادة وثائقية مكتوبة على لفائف من الورق المصنوع من نبات البردي. يبقى نبات البردي ده كان المصريين القدماء بيصنعوا منه ورق وبيتكتب عليه. طيب ده مصدر خصب للكثير من جوانب الحضارة المختلفة. من أمثلتها وأهم بردية ممكن ندرسها هي بردية إبرس. مالها بردية إبرس؟ بردية إبرس دي بتحتوي على كتابات في مجال الطب. طيب مهمة في إيه؟ أقدم مخطوطة علمية. أقدم مخطوطة علمية ممكن تقابلنا هي بردية إبرس. طيب محفوظة في التاريخ، قدمتها الحضارة المصرية القديمة. بتعد مرجعا لأمراض الباطنة، بتعد مرجعا لأمراض الباطنة، العيون، الجلد، الأطراف، النساء، بعض الجراحة. إيه ده؟ إذا بردية إبرس ديت بتوضح لنا مدى تقدم المصريين. أول حاجة مدى تقدم المصريين ومش في علم الطب بس كده، لا، وكمان تخصصهم في مجال الطب. يجي يقول لك سؤال كده، ظهر التخصص في الطب ويظهر عند المصريين القدماء، عند المصريين القدماء ويظهر ذلك من خلال بردية إبرس. تمام يا شباب؟ تمام، الموضوع سهل وبسيط. طيب تاني، يبقى البرديات ديت عبارة عن ورق مصنوع من نبات البردي. النبات أو أشهر البردية عندنا هي بردية إبرس في مجال الطب، تعد مرجعا لأمراض مهمة. يبقى أنا لو عايز أرجع لأي حاجة طبية عند المصريين القدماء، أرجع لبردية إيه؟ بردية إبرس، هتفيدنا في الطب. نشوف الناس ديت كانت بتفكر إزاي. طيب مش بس كده، ده بتتضمن المصطلحات الخاصة بالتشريح الفسيولوجي والعلاج. يعني كانت فيها برضو بعض العلاجات اللي كانت موجودة وقتها. خلاص يا شباب، يبقى فيها تشريح فسيولوجي، فيها علاج. كانت مصر المصدر الوحيد لورق البردي وكانت تصدره للشعوب الأخرى. طيب من نعم ربنا علينا ومن فضله علينا إن المصريين أو مصر كان هي اللي كان فيها نبات البردي، وبالتالي كنا بنصنعه وبنصدره لبره للدول اللي حوالينا. ليه؟ علشان يكتبوا عليه. طيب ده دليل على ايه يا شباب؟ ده دليل
ده دليل على التواصل التجاري مع الدول المحيطة. تمام؟ طيب وده دليل على ايه كمان يا شباب؟ دليل على التواصل ما بين، قلناها دي، ده دليل على وصول مصر إلى العالمية، وذلك بفضل وجود نبات البردي على أرضها. طيب حلو، تعال نطلع بقى كده لفوق. ده بالنسبة لنبات البردي. هنا بقى بيقول كان ورق البردي في مصر الفرعونية لا يستخدم إلا في الفرق المتقدمة بالمدارس والمعابد والكتابة. نمسح بس كده يا شباب عشان نشوف الكلام. طيب بيقول لنا كان ورق البردي في مصر الفرعونية لا يستخدم إلا في الفرق المتقدمة بالمدارس والمعابد وكتابة الوثائق المهمة، وذلك لصعوبة الحصول عليه، حيث كان من أهم السلع التجارية المصرية، بالإضافة لصعوبة مسح الحبر المستخدم في الكتابة. مين اللي قال الكلام ده؟ ويلد يوران. ملخص الكلام ده إيه؟ إن إحنا كان عندنا نبات بردي، خلاص، بنصنع منه ورق، بنصدره لبره. طب ليه؟ علشان نكسب منه، نستفاد منه اقتصاديا، خلاص. يبقى ده كان مصدر اقتصادي هام بالنسبة للمصريين. يبقى كان نبات البردي مصدر اقتصادي هام بالنسبة للمصريين، خلاص. طيب كان بيتكتب عليه، خلاص. والكتابة دي يا جماعة كان بيصعب يعني صعب ان انت تمسحها، صعب ان انت تمسح الحبر المستخدم في الكتابة. ده بالنسبة للبرديات. طب المصريين بقى نفسهم، المصريين كانوا بيكتبوا على ايه؟ حياتهم اليوميه. لما بيجي يكتبوا مثلا وصولات، يكتبوا خطابات لبعضهم، يكتبوا اي حاجه يوميه، هيكتبوها على ايه؟ ده نبات البرد ده غالي، وكان بيتصدر لبره، وصعب ان انت تشتريه، كمان صعب ان انت تمسح الكتابه اللي عليه. طيب هل المصريين هيحطوا ايديهم على خدهم يعني ومش هيكتبوا؟ لا، مصريين هيدوروا على بديل وهيقدروا يستفادوا منه اقصى استفاده. ايه البديل؟ حاجه اسمها الارستراقه. طب يعني ايه ارستراقه يا شباب؟ هقول لك يعني ايه ارستراقه. بص يا سيدي، انت تروح النهارده عند جدك، تخبط وتخش جوه، هتلاقي قله جوه كده. امسك القله دي وقوم مكسرها في الارض. جدك هيقول لك ايه اللي انت عملته ده؟ قول له دي ارستراقه، واطلع يجري بقى عشان ما يضربكش بقله تانية في دماغك. يبقى الارستراقه دي ايه؟ الكسرات بتاعه الفخار اللي وقعت على الارض دي، خلاص. طيب يبقى كسرات الفخار والاحجار المكتوب عليها وتسمى شقفه. اذا كسرات الفخار اللي انت كسرتها عند جدك ديت بتتسمى شقفه، خلاص. بيجيبوها بقى يبداوا يكتبوا عليها. استخدمها كل من الطبقتين، المتوسطة والفقيرة. ليه؟ لأنها مادة متوفرة يسهل الحصول عليها، عكس نبات البرد. يبقى إيه وجه الاختلاف ما بين نبات البرد والأستراقة؟ إنه الأستراقة بيسهل الحصول عليها، بينما البرديات صعب إن أنت تحصل عليها وتكتب عليها، خلاص. وبالتالي استخدم الأرستراقة كل من الطبقتين المتوسطة والفقيرة للكتابة عليها. طيب ليه؟ لأنها مادة متوفرة يحصل الحصول عليها وغير مكلفة للكتابة نظرا لصعوبة الحصول على ورق البرد. طيب خلي بالك بقى، هي مادة متوفرة يحصل الحصول عليها ليه؟ لأن الفخار ده أصلا بيتصنع من إيه؟ من الطين، خلاص. إحنا أصلا المصريين كانوا عايشين في بيئة فيضية على جانبي الأنهار. يبقى الأرستراقة ديت علشان نلاقيها، يعني احنا ممكن نلاقي الأرستراقة من أيام المصريين القدماء، بس نلاقيها فين؟ في القرى القريبة من نهر النيل، صح؟ من نهر النيل أو على جانبي نهر النيل. ماشي يا شباب؟ طيب
استخدمت في كافة أو مختلف الأشكال الحياة اليومية زي تحرير الإيصالات. يبقى هنا استخدمت لأهداف أو أغراض اقتصادية. تمام؟ حلو. طيب خطابات يعني لو واحد بيكتب لواحد كتابات، جواب يعني زي دلوقتي جواب. تمام؟ بيكتب كلام لواحد وعايز يكتبه له على ايه؟ على الأرسطراقة. طيب يبقى الخطابات ديت بتتكتب على الأرسطراقة. إذا إن الأرسطراقة ليها أهداف اجتماعية. قلنا إن لها أهداف اقتصادية من خلال كتاباتهم أو تحرير إيصالات، وقلنا إن لها أهداف اجتماعية من خلال كتابتهم للخطابات. كمان آخر حاجة مهمة بالنسبة للأرسطراقة، إنه كانوا بيتدربوا على الكتابة عليه. هو أنا ينفع أروح أشتري نبات البردي اللي هو بقد كده غالي قوي وكمان بيتصدر وما ينفعش يتمسح عليه، ينفع أتدرب عليه؟ فما ينفعش نتدرب عليه لأنه غالي، صعب إن أنت تمسح عليه. فكان التدريب على الكتابة كان بيبقى من خلال الأرسطراقة. ليه؟ لسهولة الكتابة والمسح عليه. بس كده؟ لا، علشان كمان بيسهل الحصول على الأرسطراقة، سهل نلاقيه، متوفر، رخيص الثمن. تمام؟ طيب عندنا بعد كده يا شباب النقود والمسكوكات. بيقول لنا النقود والمسكوكات هي قطع معدنيه. طبعا احنا عارفين الفلوس دلوقتي اللي هي النقود بتبقى ورق او فضه، ما كانش فيه الورق وقتها، كان قطع معدنيه خلاص بتحمل ختما من السلطه العامه. طيب ليه يا جماعه او ليه يا شباب؟ علشان نضمن او يضمن او السلطه العامه ديت تضمن وزنها ودرجه نقائها. يبقى ليه كانت بتتختم؟ لاهداف ايه؟ لاهداف اقتصاديه، علشان ما تتزورش. ما هو لو ما عملش الختم ده اي حد يعمل زيه وبالتالي هتتزور. خلاص؟ فالهدف هنا اقتصادي، لكن اللي عملها السلطه العامه اللي هو السياسي، جهه سياسيه، لكن الهدف اقتصادي. تمام. طيب بعد كده بيقول لنا بتعتبر النقود والمسكوكات مادة مؤرخة يمكن من خلالها تحديد العصور التاريخية. من خلال مثلا تلاقي مكتوب التاريخ، لما تلاقي مكتوب التاريخ بالطبع تقدر تعرف العصور التاريخية. ممكن من صورة الملك تعرف ان الملك ده بينتمي لأنهي عصر. بتعرف الحالة الاقتصادية كمان من خلال نوع المعدن المصنوع من العملة. هو لو المعدن ده مصنوع من الذهب زي ما يكون مصنوع من الفضة، أكيد لو مصنوع من الذهب إذا المكان ده غني. تمام؟ عندهم ذهب وبالتالي حالتهم الاقتصادية أقوى وأفضل. طيب الأحداث السياسية من خلال النقوش والكتابات المدونة على العملة. يبقى الكتابات المدونة على العملة ديت بقدر برضو من خلالها أعرف الأحداث السياسية. طيب الملوك والحكام في تلك الفترة من خلال الصور والكتابات. طيب النقود والمسكوكات من خلال كل الكلام ده يا شباب نقدر نعرف خلاص من الصور التاريخية، نعرف حالة اقتصادية، نعرف الأحداث السياسية، ملوك وحكام، نعرف كل الحاجات ديت بس من النقود والمسكوكات. اقول لحضرتك ده حلو، فانت تقول لي جميل قوي، ده احنا كده نعرف حاجات كتير قوي عن التاريخ المصري القديم. اقول لك لا، مش حلو. ليه؟ لان احنا كمصر لم يكن سك العملة معروف في العصر الفرعوني. ما كانش فيه معادن، ما كانش فيه عملة عند المصريين القدماء. المصريين القدماء كانوا بيتعاملوا بنظام اسمه المقايضة. احنا عارفين نظام المقايضة ده واتكلمنا او عارفينه من قبل كده، اللي هو مثلا انا عايز اشتري وليكن نبات البردي. تمام؟ ما عنديش الا رز مثلا، فانا بديله رز وهو يديلي نبات بردي، ده المقايض. تمام؟ ما كانش فيه فلوس. بعد كده بقى عرفنا الفلوس من الاجانب، من الدول الاجنبيه. خلاص؟ وبالتالي احنا ما كانش لينا نقود ومسكوكات خاصه بالتاريخ الفرعوني، فمش بنعرف احداث تاريخيه
عن طريق النقود والمسكوكات للحضارة المصرية القديمة. طيب آخر حاجة عندنا يا شباب في المصادر الأولية وهي كتابات المؤرخين القدماء. عندنا واحد اسمه مانيتون السمنودي وواحد اسمه هيرودوت، ده مؤرخ وده مؤرخ. ماشي، مين مانيتون ده؟ ده أول مؤرخ مصري قديم قام بكتابة تاريخ مصر قديما. طيب ده اللي قسم بالمناسبة تاريخ مصر ل 30 أو مصر القديمة إلى 30 أسرة. خلاص، يبقى ده أول مصدر محلي، أول مصدر محلي لكتابة التاريخ المصري القديم. مين؟ مانيتون السمنودي. طيب تاني مؤرخ بيقابلنا هو مؤرخ إغريقي. هي الإغريق دي فين يا مستر؟ في جنوب البحر المتوسط، اليونان. خلاص، فاحنا لازم نبقى عارفين هيرودوت ده أصلا منين. تمام؟ يبقى هيرودوت ده مؤرخ إغريقي. منين أصله؟ منين؟ من الإغريق، تحديدا اليونان في جنوب البحر المتوسط. ممكن يجي لك السؤال: تحدث أحد المؤرخين اللي بينتموا لجنوب البحر المتوسط، خلاص، عن التاريخ المصري القديم، فهتقول مين؟ هيرودوت. اول حاجه اول حاجه تيجي في خيالك مين؟ هو هيرودوت. انت طبعا مش هتبقى عارف هو بيتكلم عن مين، هو عمال يقول لك مؤرخ بينتمي لجنوب اوروبا او اليونان، بس انت مش عارف هو مين. ليه؟ عشان انت ما انتش عارف انه هيرودوت بينتمي للاغريق. طيب عمل ايه هيرودوت ده؟ كتب عن مصر في كتابه تمحيص الاخبار. الراجل ده كان له كتاب اسمه تمحيص الاخبار، بيتكون من 9 اجزاء. خصص الجزء الثاني منه للكتاب ده لمصر، كتب عن مصر في الجزء الثاني منه. يبقى الجزء الثاني من كتاب تمحيص الاخبار ده اتكلم فيه عن مصر. طيب قال ايه بقى؟ او اتكلم في الجزء الثاني ده عن مصر في ايه قديما؟ عن جغرافيتها ومدنها. خلاص، يبقى اي حاجه لها علاقه بالجغرافيا زي التضاريس، المناخ، التقسيم الاداري. خلاص، هو بيتكلم عن المدن، التقسيم العمراني. مين اللي اتكلم عنه يا جماعه؟ هيرودوت. اتكلم عن مصر فين يعني؟ في الكتاب تمحيص الاخبار الجزء الثاني. خلاص، عرفت منين الكلام ده كله يا مستر؟ ما بقول لك من جغرافيتها ومدن. اذا الجغرافيا يعني بيتكلم في تضاريس، هي الجغرافيا يعني تضاريس، يعني مناخ، يعني تقسيم اداري، يعني تقسيم عمراني، وهكذا. طيب اتكلم عن احداثها التاريخيه اللي مرت به. تمام. اتكلم كمان عن اهم اعمال ملوكها. هنا بقى هيرودوت اتكلم عن اعمال ملوك مصر كلهم، خلاص، في مصر قديما. طيب ده ما لفتش نظرك لحاجه؟ بيلفت نظرنا لحاجه، انه تتشابه كتابات هيرودوت مع حجر باليرمو وصلايط نعرمر في أعمال الملوك. التلات اتكلموا عن أعمال الملوك وعن أهم ملوكها، بس حجر باليرمو في الملوك من عصور ما قبل الأسرات لغاية ثالث ملوك الأسرة الخمسة. أما في صلاية نعرمر أسرة أو بيتكلم فيها عن نعرمر أسرة أولى وثانية. هنا اتكلم عن الملوك كلهم بشكل عام. طيب آخر حاجة ما اتكلم عنها هيرودوت في كتابه تمحيص الأخبار في الجزء الثاني عن مصر هو مظاهر الحضارة المصرية القديمة. طيب إذا الراجل ده اتكلم
في جانبين. جانبين ايه يا مستر؟ جانب مادي وجانب معنوي. طب انت بتقول الكلام ده ليه يا مستر؟ هي مش الحضاره ليها جانبين وعرفناهم قبل كده، الا وهو الجانب المادي والجانب المعنوي؟ هو لما يتكلم عن مظاهر الحضاره يقصد ايه؟ يقصد الجانب المادي والجانب المعنوي. خلاص، اذا نستنتج من كتابات هيرودوت كل الكلام ده، انه بيتكلم عن جغرافيا مصر ومدنها، احداثها التاريخيه اللي مرت بيها، اهم او اعمال ملوكها ومظاهر حضارتها. طيب، بيقول لنا هنا معلومه انه منيتون السمنودي ده كان كاهن رجل دين يعني في عهد الملك بطلميوس الثاني الذي كلفه بكتابه تاريخ مصر القديم. ده يا شباب بالنسبه للمصادر الاوليه. هل كل المصادر الاوليه يا شباب اللي احنا اتكلمنا عنها دي تنفع لدراسه مصادر الحضاره المصريه القديمه؟ اكيد لا. ما تنساش المسكوكات، مصر لم تعرف النقود المعدنيه، مصر كانت بتتعامل بنظام المقايض، ولكن ممكن الكتابات المؤرخين، ممكن البرديات، الاثار، كل ده ينفع لدراسه الحضاره المصريه القديمه. طيب، تاني نوع او تاني مصدر من مصادر دراسه الحضارات هو المصادر السنويه. كل اللي اتكلمنا عنه ده مصادر اوليه. تعالوا نتعرف مع بعض على المصادر السنويه، وبالمناسبه لها اسم تاني وهو المراجع. تعريفها بقى ايه؟ المؤلفات التي كتبت بعد مرور سنوات عديده من وقوع الحدث واعتمد في كتابتها على المصادر الاوليه الاصليه. يعني ايه؟ يعني مثلا في بعض الاحداث التاريخيه احد الفلاسفه خلاص عايز يتكلم عنها وهو ما كانش موجود وقتها. طب يتكلم عنها ازاي؟ يرجع بقى لمصدر اولي ويبدا يلخص الاحداث دي من وجهه نظره. علشان كده بتعد المصادر السنويه اقل دقه واكثر مبالغه وخيالا. خلاص. طيب، تعال نشوف بقى مميزاتها، ما مش كلها عيوب. مميزاتها متوفره وسهله الحصول عليها. خلاص. هو انا ينفع احصل على الاهرامات كمصدر اولي؟ ينفع احصل على ابو الهول كمصدر اولي حوالينا يعني في كل حته؟ لا، صح. ولكن سهل جدا ارجع يعني لو عايز ادرس الحضاره المصريه القديمه ارجع للمراجع، ارجع للمصدر السنوي ده. ليه؟ لانه سهل الحصول عليها، متوفره، سهل تخش اي مكتبه حوالينا وتجيب مرجع. خلاص. طيب، بديل عن المصادر الاوليه المفقوده. زي ما انا قلت في بعض الاحداث المفقوده هم بيكتبوا الاحداث ديت، وبالتالي هي بديل عن المصادر الاوليه المفقوده. طيب، احنا قلنا مميزات يا شباب المصادر السنويه متوفره يسهل الحصول عليها، عكس المصادر الاوليه غير متوفره ويصعب الحصول عليها. تمام؟ ده اللي انا عاوز اقوله في النقطه دي. طيب، بتشمل ايه يا شباب المصادر السنويه؟ كتابات الفلاسفه والشعراء والاساطير، البحوث والمقالات العلميه التي قام بكتابتها المتخصصون والباحثون الذين لم يعاصروا الاحداث التاريخيه. يبقى كل الكتابات دي يا شباب مصادر سنويه. طيب، هي المصادر السنويه او كتابات الفلاسفه، لو انا سالتك سؤال، كتابات الفلاسفه والشعراء والاساطير، لو الفيلسوف ده كان عايش في العصر، كتاباته تبقى مصدر اولي ولا ثانوي؟ طبعا على طول انت هتقول مصدر اولي لانه معاصر الاحداث. لا، غلط. ليه؟ لان كتاباتهم بتعتمد على المبالغه والخيال واقل دقه. خلاص، علشان كده محطوطه في خانه المصادر الثانويه مش المصادر الاوليه. طيب، اول حاجه عندنا هي كتابات الفلاسفه زي سقراط وارسطو وافلاطون في بلاد اليونان. يهمني هنا كتابات الفلاسفه والناس ديت في ان هم برضو من بلاد اليونان. خلاص.
طيب عندنا تاني حاجة كتابات الشعراء، ومنهم الشاعر الإغريقي هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسا التي تعد مصدرا تاريخيا للمعلومات السياسية والاقتصادية والحضارية لبلاد الإغريق القديمة اليونان. برضه طيب يبقى وجه التشابه بين كتابات الفلاسفة وكتابات الشعراء إن الاتنين اتكلموا عن أحد حضارات جنوب أوروبا. مش هيقول لك اليونان، جنوب أوروبا. أنت لازم تبقى عارف إن اليونان ديت موجودة فين؟ في جنوب أوروبا. طب ممكن ما يقولكش اليونان، يقول لك الإغريق. خلاص؟ هو مش الفلاسفة دول أصلهم اليونان؟ وهنا كتابات الشعراء تحديدا هوميروس يتكلم عن اليونان. تمام؟ واضح يا شباب؟ فكتابات الشعراء والفلاسفة تتشابه في الجانب ده. طيب بعد كده الأساطير. احنا في ثالث جزء دلوقتي في المصادر الثانوية. بتعد من التراث الشعبي ومصدر أدبيا يعكس الكثير من صور الحياة الاجتماعية والسياسية، زي قصة إيزيس وأوزوريس في مصر الفرعونية. قصة إيزيس وأوزوريس ديت قصة فرعونية. قصة الطوفان في بلاد العراق القديم. طيب اللي أنا عايز أقوله في الحتة دي يا شباب إن الأساطير من المصادر التي يعتمد عليها في دراسة أحد حضارات أو بعض حضارات تبقى إيه؟ حضارات الشرق. تاني، الأساطير من المصادر التي يعتمد عليها في دراسة بعض حضارات الشرق، اللي هي إيه؟ مصر والعراق. مش دي الحضارات اللي قامت في الشرق؟ خلاص؟ يبقى بنعتمد في دراسة أو الأساطير ممكن تدينا بعض المعلومات عن مصر والعراق، برغم إن الأساطير ديت قصص غير حقيقية، ما بتكونش حقيقية، إلا إن أنت ممكن تعتمد عليها في دراسة التاريخ. خلاص؟ بص، أنت لما بتيجي أنا لسه قايل لك من شوية، أنت لو سألت حد على موضوع حصل من أسبوعين ونقله لك من حد ونقله لك من حد، فده بنقول عليه إيه؟ مصدر ثانوي، صح؟ ولكن مش هيبقى كله صح، مش هيبقى كله غلط ومش كله صح. تمام؟ فاحنا ممكن ناخد الحاجات المنطقية منه اللي ينفع فعلا تبقى صح، مش هنكذبها يعني. خلاص؟ ما نقدرش نكذبها. علشان كده ممكن نستغل الأساطير ديت في دراسة بعض الجوانب الاجتماعية والسياسية. مش كل حاجة هتبقى غلط يعني، أو مش كل حاجة هتبقى مبالغة وخيال. خلاص؟ طيب آخر حاجة بيقول لنا تنتمي بعض الكتابات السابقة إلى زمن وقوع الحدث، لكنها لا تعتمد بشكل كبير على الأسلوب الفلسفي أو البلاغي أو الخيالي أكثر من اعتمادها على الكتابة التاريخية الموضوعية الدقيقة، لذلك تعد من المصادر الثانوية. خلاص؟ بعد كده بيقول لنا بقى الإلياذة والأوديسا ديت هي أعظم ملحمة في العالم القديم، والإلياذة تدور حول حضارة مدينة طروادة والحرب. هي قصة كده ممكن نبقى نطلع عليها التي أدت إلى سقوطها. والأوديسا تدور حول رحلة العودة للأمير المنتصر في حرب طروادة والأهوال التي واجهته. قصص جميلة كده ممكن نبقى نقراها، ممتعة يعني القصص دي. طيب وبكده يا جماعة خلصنا الدرس، وأتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا من الحصة،
وأتمنى إن انتوا تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك على الفيديو إذا عجبكم يعني المحتوى بتاعنا. إن شاء الله نشوفكم الحصة الجاية. سلام.